السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ان شاء الله هذا النهار حلقتنا غادي ندير لكم جوج ماسكات، واحد للوجه وواحد للشعر. لين دابا هذه وقيته ديال السويهله، بزاف الناس ما تيعرفوش قيمه الزراعه ديالها. بزاف الناس كيلوحوها وهي فيها بروتينات وفيتامينات بحال البيض. حنا دابا عاودت نديرو البيض لشعرنا، كاين اللي ما تيبغيش ديك الزفوريه وداك الريحه ديال البيض، نديرو هاد نغتنموا الفرصه مع الزريعه ديال هاد البطيخ. هاد الوقيته ديالو ما كاين فيه لا ريحه لا والو، فيها بزاف المنافع كما قلت لك. كتحارب الشيب كتعطي هي كتمنع الناس اللي ما طلعش عندهم الشيب، كتمنع الظهور ديالو من الاول. اللي ما عرف لها ماشي اللي بان عنده الشيب هو عاد غير كيحاربوا، لا اللي بان صافي لا طلع او طلع عندهم منافع ديال البذور ديال الشمام. يقرا عليها داكشي اللي كان هي حيت مزيانه الالتهابات، كتمنع الحكه وسميتو والقشره وعاوتاني كتنبت الشعر وكتمنعو من التساقط. داكشي علاش ما بغيت نوريكم كيفاش ما تبقاش تسيبوها. حتى الناس ديال السكر كياكلوها على حساب حيت كتنزل نسبه ديال الناس السكر كتغسل مزيان وكتطحن كتولي بحال الحليب وكتصفى تيشربوها. مزيانه السكر كتنزل الناس اللي عندهم السكر مزيانه ليهم. شنو اخر مع داك الماسك ديال الشعر؟ عندي هاد الزريعه انا مازال غنزيد ناخذها، نزيد مازال حيت عندي ما قداتنيش شتيها ما قداتنيش. عندي بابونج حتى هو غادي نديرو معاه. كاين بابونج اللي كيتباع في العبار، كاين انا حيت عندي هذا غادي ندير هذا غادي نحلو غادي نستعمل هذا ديال الباكيات. وعندي ماسك الثاني غادي ندير فيه الشوفان والبطيخ نيت اللي تناكلو طرف غادي نصوبو نوري كيفاش غندير له. بالنسبه للبابونج هي غادي يطلع عندهم المنافع ديالو للشهر. هو راه مزيان للشعر، ما عارفين هما البابونج بالنسبه للشعر منافع كبيره. هاد الزرعه هي اللي كناخذو، هي هذه اللي غادي ناخذ دابا باش ندير معلقه باش تحيديها. انا غادي نحيد لها داك سميتو هذاك داكشي اللي كيلصق فيها ديال البطيخ، ونغسلها مزيان عاد نوريك شنو غادي ندير بها. بالنسبه للشوفان الماسك الثاني فيه الشوفان وقلتي والبطيخ براسو سويهله. حنا غادي يطلع عندهم كذلك بالنسبه للسويهله الوجه، وموراها يطلع لهم الشوفان. انا غادي نوجد والاوليفيرا غتستعمليها اللي حتى تسمك ولا غير ديكور؟ لا حتى هي غنستعملها، يعني حتى الثاني نجيب هذه غادي نخليه. ناخذ شي طريفات هنايا ولا ناكلوه ونديرو التجميل. اللي حتى اللي بغى يستعمل داك الجزء التحتاني حتى هو يستعملو. حتى هو كنمسحو بوجهنا ويدينا، حتى هو كنمسحو بحال هكا. انتي شتي كنمسحو بيدينا بحال هكا وجهنا. ولكن هادشي خصو استمرار، ماشي غير مره واحده ولا تقولي ما عطانيش نتيجه. خاص بنادم يبقى يستعملو. دابا ما حدها كاينه. هذاك الماسك الثاني كتستعملي لتقشير الوجه بحال الكوماج. انا غادي نوريك كيفاش غادي نوجد ونوريك. دابا انت غادي نطحن الشوفان، نطحن هذا ونطحن هاد الزريعه ونرجع لك ان شاء الله. دابا غنصفيه. دابا غتصفى شتي صفيتو. دابا هذا القشور ديال الزريعه شتي. دابا هذا هو اللي غنصوب فيه دابا الماسك. شتي كي جا خاسر زوين. هذا دابا تقدري تشربيه اللي يشربوه مريض السكر، يشربوا غير هكا بلا حليب بلا والو.
دابا انا طحنتهم كاملين، انت طحنت هذا طحنت حتى البابونج طحنته، واخا كان شويه مطحون طحنته، ولكن الا شريتيه د العبار خصو يتطحن كيكون حاش بزاف باش كيطلق كطحني باش يطلق. وهذا حتى هو ديال الشوفر حتى هو طحنته. دابا غادي نبدا نخلط باش ما ندوخكش. هذا ديال هانتيا ديال الشعر، هذا ديال الشعر، هذا قلنا الزريعه ديال السويهله مع البابونج. تقدري هذا تزيدي معاه ما ورد، ولا تزيدي معاه شي حاجه خفيف، ما تكونش ماشي بحال دابا شي عشبه مجهده. تقدروا تزيديو معاه الورد ولا الماء ورد. غادي نخليه دابا هذا غادي نخليه واحد ساعتين حتى 3 سوايع باش يطلق منه مزيان، باش يطلق فيه داك البابونج مزيان. وعاد نديرو الا درتو في الشعري ما غاديش شحال ما بغيتي، ساعتين 3 سوايع، بغيتي الليله كلها بغيتي، ما عنده حتى شي مشكل هذا، ما عنده حتى شي. ولكن هو باش يكون فعال مزيان كيخصو يتعطل في الشعر على الاقل واحد ساعتين حتى 3 سوايع. لا هذا فوق ما تبغي تغسلو ديريه، ولا على الاقل مره في السيمانه، اما تخليه الليله كلها في الشعر، الليله كلها ولا 6 سوايع باش كيعطي المفعول ديالو مزيان، باش كيعطي النتيجه. يعني الماكسيموم مثلا الليله كلها وسميتو اقل حاجه هي 6 سوايع. هذا بالنسبه للشعر، يعني بقاو يديروا حتى تجيب تعطي نتيجه. خصو ديما باستمرار، على الاقل مره في السيمانه. ما فيه هذا ما فيه حتى شي مضره، كله غير حاجه طبيعيه. داكشي علاش وريتك هذا. دابا عاوتاني غادي ندير، ما غاديش ندير هذا الشوفان كله، تجاني دابا ملي تطحن عطا بزاف، غير على ما نشوف تعطيني الماسك اللي بغيت نحبس. هانتي شتي نخلطو مزيان حتى كيتخلط مزيان. بالنسبه للمنافع ديال الشوفان وكذلك السويله غيطلع لهم يشوفوه الان. هذا بالنسبه للوجه، هذا بالنسبه للوجه وما عنده حتى شي مضره. بالنسبه للاخر اللي درنا فيه البذور ديال السويله والبابون جاي يطلع لهم كذلك الان باش تفكرهم. هذا بالنسبه للشعر. كوماج واجد؟ هو واجد. انا غنديرو كذا بحداك، الاخر نخليه، قلنا نخليه حتى الليل عاد نديرو. واخا بسم الله. هكا كنديروه على وجهنا هكا. وكيبقى ينشف. كنخليه حتى كينشف. شتي دابا خليته حتى نشف. ها هو شتي هكا. دابا خصنا نديرو الا درنا في وجهنا نخليوه حتى ينشف. باقي شويه ما نشفش مزيان، كنبقاو نحكو بحال هكا بحال الكوماج. هذا دابا البلاصه ناشفه مزيان، واخا مازال ما نشفش مزيان، ولكن غير باش نوريك دغيا كيتحك مزيان. شتي المهم راه عطى النتيجه. انت شتي كيفاش كيبان بيض، الوجه كيبان بيض، دابا العروق كيبانو خضرين. هانتي شتي راه بانت كاين الفرق. راه ليك المس باش نقطع شويه الفيلو. هي دابا داروا في وجههم ملي يحكوا داك الكوماج يديروا فوق منه الاوليفيرا. بالنسبه للاوليفيرا طلع لهم فوائد ديال الاوليفيرا بالنسبه للوجه، شوفوها. انت كندير له بحال هكا باش ما كيبقاش ناشف. اللي ما عندوش الاوليفيرا يدير البنان ولا اي كريم اللي بغى البطيخ، ولا حتى قشور البطيخ ديال هذا دابا انت صوبنامي حتى هو تيرطب. شتي ولا دير اي كريمه مولف كيديرها. اي كريمه مولف كيديرها. هذيك الكريمه خصك حتى يغسل، حتى ما يبقى حتى حاجه. دابا مازال شتي ما غسلتيش، مازال ما غسلتش مزيان. شتي بالنسبه لهاد اليد مع هاد اليد راه باينه كاين الفرق. ما تعرفش كيبان لي العروق بزاف.
يلا. ماما إيه. شكرا على الوصفه ديال اليوم. شكراً. الله يعاونك في وصفه اخرى ان شاء الله. الله يعاونك.